يا ترى مين كسب بيف ابي يوسف ومروان موسى؟ البيف اللي اتصدر الترند المصري كله، مش بتكلم عن ترند اليوتيوب. بيف ارسنال وابي يوسف كان برضو اتصدر ترند اليوتيوب، بس انا بتكلم عن ان هو يتصدر الترند في مصر كلها، سواء يوتيوب او فيس او حتى كمان التلفزيون نفسه يتكلم عنه. يمكن ده مش اقوى بيف كلام، بس هو اكتر بيف مميز، لان هو اول بيف يعتبر وصل للمرحله دي من الشهره. فعموما من الفيديو ده هنبدا نتكلم عن بيف ابي يوسف ومروان موسى تاني. انا كده حللت البيف ده، كان اول حاجه حللها اصلا على القناه هنا. فالجديد المره دي هو ان احنا هنقيم عشان نعرف نقول في الاخر مين اللي كسب بالارقام، فاهم؟ هنقيم الدسات والبانش لاينات وهنحسب نقط، فاهم؟ عشان نيجي في الاخر نقول اللي كسب مروان او اللي كسب ابي يوسف. وبما اني حللت البيف ده قبل كده خلاص، يعني في فيديوهات اي نعم ما كانتش بنفس قوه الفيديوهات دي، كان المستوى مش احسن حاجه، بس كان احسن من اي حد بيحلل برضه وقتها. واي نعم ما كانش في حاجات كتير واضحه، وضحت دلوقتي هنتكلم عنها بشكل اوضح. بس الاهم هو اننا المره دي هنقيم بالنقط زي ما قلت. فده الهدف الاساسي من ان احنا نرجع نحيي البيف تاني. بس زي ما انتم عارفين انا عندي حته الحياد دي قوي، وغير كده انا انسان طيب وبتاع، فالكلام ده ما ينفعش. احنا هنحلل البيف وهنقيمه، فالموضوع محتاج فاهم حد صارم وحازم يقيم هو البنشات. فعشان كده انا هتقمص شخصيه الخبير انطوان ايجو. فعموما انزل اعمل لايك وسبسكرايب واشترك في القناه، فعل زر الجرس ده، بس فيديوهات كلها على انستجرام وكل الكلام ده، ويلا بينا نبدا. اول حاجه طبعا هنتكلم عنها هي سبب البيف، ازاي البيف حصل. كنت عملت فيديو كامل بتكلم فيه عن علاقه ابي يوسف ومروان موسى، لازم تشوف الفيديو ده. الفيديو ده بجد من اكثر الفيديوهات اللي انا بحبها، وانا متاكد انه هيعجبك. فعموما الفيديو ده احنا اتكلمنا فيه عن ان ابي يوسف ومروان موسى عرفوا بعض ازاي، وبعد ما عرفوا بعض بداوا يعملوا تريكات مع بعض وبداوا يشكلوا ثنائيه في الراب سين المصري. بعدها بدا مروان يتطور اكتر ويبقى زي ما تقول مستقل اكتر، وبدات تحصل مشاكل بينه وبين ابي يوسف زي ما هو بيحكي وبيقول. يوم السبت الساعه 6 الصبح بقى ابي منزل اغنيه اسمها اوكي، فكان دي بيقول فيها بقى اللي هو بيتكلم عن ان انا رحت يعني عيد ميلاد خالد مختار. دي روايه مروان موسى، ان بسبب ان مروان موسى راح العيد ميلاد ابي يوسف نزل دس مش اوكي. للبابا على البيت تراك اوكي. بس خليك فاكر ان دي روايه مروان موسى، مش بقول ان مروان موسى كذاب، بس بتكلم في نقطه ان ممكن تكون دي وجهه نظره. هو شايف ان ابي يوسف كان متضايق بسبب ان هو راح العيد ميلاد، بس ابي يوسف كان عنده اسباب تانية. مثلا ممكن يكون حصلت تراكمات كملت بان هو راح العيد ميلاد، ممكن يكون كان في حاجات استفزازيه من مروان موسى، احنا ما نعرفش. انا مش بقول رايي، بس بحاول ان انا ببرر ليه، فاهم؟ انا زهقت من شخصيتي الحقيقيه، هروح اجيب لك ايجو واجي. نفسي تبقى مفاتيحي على ترابيزتك. عايز اقول لك ان انا وانا بجهز للسلسله دي كنت مستمتع قوي، لان انا اضطريت ان انا اسمع اوكي كتير. وتراك اوكي ده بجد واحد من اعظم التراكات اللي سمعتها لابي يوسف. انا عارف ان انا قلت الكلمه دي كتير قوي، عارف ان انا قلت ان التراك ده من احسن تراكات ابي يوسف كتير قوي، فاهم؟ بس ده الطبيعي لان ابي يوسف عنده بتاع 700 تراك، فلو قلت على 100 تراك منهم ان هم من اعظم تراكات ابي يوسف انا مش هبقى ببالغ. فعموما تراك اوكي بعيدا عن النكش اللي فيه هو ممتع بشكل مش طبيعي. موزة مع خوخة مارو ما فهمنا ايام ما كنت في روما. جابت صف الاني عايزة من السيستم يسمع قميص ابيض سلسلة احط لك على المافيا والبدل. يا اسطى قميص ابيض سلسله احط لك على المافيا والبدل، يقصد ان هو بقميص ابيض وسلسله هيحط على المافيا والبدل. ولو خدت بالك المافيا هو اسم التيم بتاع مروان موسى. احنا مش زمايل وصحاب، واللي اشترك بقى مايل وتشاط، مش شايف شلتك انا شايف الفوز. بص بقى البرده، احنا مش زمايل وصحاب واللي اشتراك بقى مايل وتشاط، بعيدا عن المالتي سيلابل زمايل وصحاب مايل وتشاط. الاشتراك هنا بيتكلم عن ان مروان موسى راح العيد ميلاد، فهو كده خد الجنب اللي ضد ابي يوسف، لان اللي كانوا في العيد ميلاد هم اخصام ابي يوسف اللي هم اصحاب خالد مختار. فبيقول له الاشتراك هو حد من الجنب اللي هم بتوع اخصام ابي يوسف اللي هو كان في العيد ميلاد، بيقول لمروان موسى ان هو اشتراه، فاهم؟ اوكي يا اسطى على البيت انا هقسمك نصين، تتلفف شفاف وتتعمل بوكي. يا اسطى على البيت اقسمك نصين، هنا بينكش ويجز، يعني فاهم؟ هو كده الخصومه الاساسيه ما بين ابي يوسف وويجز، وخالد مختار هو صاحب ويجز، فاحنا مش بعيد عن الموضوع برضه. انت مستغرب انا عقيمه ليه؟ معلش مش انا عقيمه تبقى قمه فين؟ اجيبها اللونين ولا معايا في الشتا كوبين. يا اسطى دي قمه احنا هنا انتوا فين؟ البرده برضو نكش الويجز. ولاحظ ان انا ما بديش نقط لغايه دلوقتي، ليه؟ لان اوكي مهما كان هو تراك في نكش مش ديس، فاوكي وكله في السليم مش هيبقى عليهم نقط. النقط هتبدا من مش اوكي، وبرضو ميجاترون مش هيبقى عليه نقط، فهندي نقط على 6. كنت فاكرك اصلي بس ازاي كده تخيب، جابوك في العيد ميلاد عشان تملى كيس تيجي بعد.
البارين دول على مروان موسى بيقول لك كنت فاكرك اصلي بس ازاي كده تخيب، جابوك في العيد ميلاد عشان تملك كيس، ومن هنا بدا ابي يوسف يسمي مروان موسى الكيس. احنا وقتها ما كناش نعرف ان الكيس دي يعني مروان موسى، بس خلاص يعني انت دلوقتي عارف. عشان كده انا بعيد تاني تحليل البيف عشان بقى في حاجات كتير اوضح. متكاملة خد صورة كودك ايه واقول له سيلافي تيجي بعدها توالي المكسيك واقول لك ساعتها يا اسطى سيلافي انت توتو مش عارف انت مين، سبقتك وليك العادة الفيتامين، مش هشوفك مش بتعامل مع خسيس، مش هضربك مش بتعارك مع حريم. بص انا حاولت ان انا اجيب لك اللقاء اللي ابي يوسف قال فيه بعد كده ان مروان موسى خسيس، قالها خسيزوفيتش كمان تقريبا، بس مش فاكر اللقاء. وبجد سيرش اليوتيوب هو اسوأ محرك بحث في العالم، اسوأ محرك بحث في العالم فعلا هو اليوتيوب. فما علينا يعني القصه دي، الفكره ان مروان موسى هو المقصود طبعا من البار ده. حريم ردا على كل الكلام اللي قلته زي السهم اللي في طرف لوجو فول. بص هنا بيقول لك ردا على كل الكلام اللي قلته، يعني في كلام مروان موسى قاله لابي يوسف، او في كلام وصل من مروان موسى لابي يوسف، انت فاهم حاجه؟ ففي مشكله، في كلام اتقال احنا مش عارفين عنه حاجه، مش زي ما مروان موسى بيقول ان المشكله هي ان مروان موسى راح العيد ميلاد، فاهم حاجه؟ مش قصدي اقول ان مروان موسى كذاب، ولا قصدي اقول ان ابي يوسف هنا هو اللي صح 100%. انا بقول لك دي وجهه نظر مروان ودي وجهه نظر ابي يوسف. ابي يوسف شايف ان في كلام راح ليه من مروان موسى، او يمكن مروان موسى هو اللي كلمه كمان دايركت، والكلام ده هو هيرد عليه في البار ده، او هيقول رد على كل الكلام اللي قلته، في كلام زعله من الاخر. السهم اللي في طرف لوجو فولفو، دايرتك دي مش دايرتك يا بلبل، شكلك انت اللي متشعبط في رجل. زي السهم اللي في طرف لوجو فولفو، ده لوجو فولفو، السهم اولا مش موجود جوه الدايره، هو مش من الدايره، هو العادي ان الدايره اصلا ما يبقاش فيها سهم، هو سهم منفصل. تاني حاجه ان هو مش باين اصلا، يعني فاهم، هو مش هو المهم، مش هو حاجه مش مهمه في الدايره. عشان كده بيقول في البار اللي بعديه دايرتك دي مش دايرتك يا بلبل، شكلك انت اللي متشعبط في رجولهم، فاهم؟ هو بيقول ان مروان موسى متشعبط في رجول الشله بتاعت اللي هي اخصام ابي يوسف اللي هم صحاب خالد مختار. مش عايز اقول خالد مختار مش رابري يعني، ومش من الشله. في تنقسمك نصين، تتلفف شفاف وتتعمل بوكي، بس سامح ما بنساش ولا اعطي منه نيم. ما علينا التراك كله اصلا نكش يعني، غير البارت اللي انا حللتها في بارت تانية نكش، بس ده المهم يعني من التراك ده. صغار نأكل الفواكه، الفواكه حلوة كتير، موز وخوخ ومانجا وتين، الفواكه حلوة كتير، موز وخوخ. نخش على التراك اللي بعديه وهو تراك كله في السليم. تيم زي ميل جايين شايفين جرين سكرين هرشين. بص دي دريم تيم زي ميلان جايين شايفينك جرين سكرين هرشينك. الانترنال رايمز اللي هي القوافي الداخليه جامده قوي هنا، فاهم؟ يعني دريم تيم وجرين سكرين دبل رايم جامد قوي. كل انواع الانتاج، كل الشباب على الباب، عمر من الانتاج. عمر عماد هو مؤسس رأس مال، وواضح من ان مروان موسى بيذكره في التراك ان هو مضايق ابي يوسف، يعني اصلا انت بتنكش في التراك ده ابي يوسف وويجز، فبما ان ابي يوسف اصلا كان بينكش في البافه بتاعت مروان موسى او في التيم او الشله بتاعت مروان موسى، فهو في مشكله، فاهم؟ فمعنى كده ان عمر عماد كمان واحد من اكتر الناس اللي ابي يوسف مخصب معاهم. بس يعني من باب الضحك حاليا عمر عماد هو مدير اعمال ابي يوسف، بس تستغربش هو ده نفس الموضوع. كده انا اوكي، كده انا في الاوكي. طبعا تكراره لكلمة اوكي مش صدفة، هو بيرد على تراك اوكي لأبي يوسف. فنيا في فقر فبتعلن افلاسك، عيل حساس فك احساسك، عيل حساس. التراك ده موجه للاتنين ابي يوسف وويجز، فالكلام اما على ابي يوسف يا اما على ويجز، بس البار تحديدا على ابي يوسف. يقول لك فنان في فقر فبتعلن افلاسك، وده اللي هو هيوضحه بعد كده في تراك ايه، في تراك مش اوكي، ان ابي يوسف اللقطات الكبيره في كاريره هي الدسات او البيفات، فكانه يعني بيقول ان ابي يوسف بينكشه علشان عايز بيف. ليه عايز بيف؟ لانه عنده فقر فني او افلاس، فاهم؟ فما عندوش جديد، فمضطر ان هو يخش بيه. انا منحوس جليد مرة جديد الحساس وبتتمرمخ في الدراما، انت منحوس فهنجيب لك حظاظه. انا طبعا بديهيات على ويجز، وخلي بالك انا مش ناسي المشكله اللي ما بين مروان موسى وويجز، ولا المشكله اللي ما بين مروان بابلو وويجز. انا ويجز ليه عندي فيديوهات كتير، يعني النكش اللي ما بينه وما بين باقي الرابرز كده كده ويجز ما دخلش ولا بيف، بس بيف النكش لوحده كفايه، ده غير كمان ايه دسات دنيو عليه، فاهم؟ فلا يعني ويجز فيه سلسله دسات على ويجز، بس لما اخلص سلسله دسات على ابي يوسف اللي انا ايه عطلان فيها، ما تقلقش برضه هعمل فيديو دسات عفروت على ابي يوسف. يعني انا بقول لك كده عشان الزم نفسي، لان انا في العادي ببقى عايز اعمل الحاجات دي، بس ايه يعني بكسل، بتيجي حاجات تانية فما بيبقاش في وقت، فعموما كله ليه وقته. انتوا الاتنين مش نازلين من زوري،
ايوه اللي جاي ده دوري. زي ما قلت التراك ده على 2 ويجز وابيوسف، وده لو احنا كنا هنقول ساعتها بشك شويه، احنا نقوله دلوقتي بكل يقين ان هو التراك ده على الاتنين دول. يا اسطى انت بتنكش في ستوري، ليه ما بتنكش في حضوري؟ يا اسطى انت بتنكش في ستوري. هنا بيكلم ويجز، لان ويجز هو اكتر حد كان بينزل ستوريات وقتها وكان بينكش في الاستوريات، بس هو عموما بينكش في التراكات برضه. بس المقصود ليه ما بتنكش في حضوري؟ لو احنا بنبقى وشنا في وش بعض، لو عندك حاجه عايز تعملها او تقولها قولها او اعملها. في نفس الوقت برضه ان هو بيتكلم عن نقطه ان هو بينكش في ستوري وفي الاخر ما بينزلش ديسات. التراك ده في دقايق اسكت ولا اعمل عبيط، تاكسك ام تاكسك عليك. البارات دي على ابيوسف برضو لسببين. اولا عشان بيقول تاكسيك هنتاكسيك عليك، ومروان موسى شايف الموضوع ان ابيوسف توكسيك. من ناحيه هما كانوا علاقتهم مش احسن حاجه، هما شبه انفصلوا، فهو شايف ان هو من حقه ان هو يروح لاي طرف بقى، لاي جنب. خلاص انا مش معاك في الجنب بتاعك، فمن حقي ان انا اعمل صداقات مع اي حد، ان انا انضم بقى لاي شله حتى لو الشله دي مخصمه معاك. انت كده كده مش صاحبي، فانا حقي ان انا اعمل اي حاجه. وبرده شايف ان ابيوسف نفسن عليه، لان هو كان منزل البوم اللي هو فلوريدا شيراتون فلوريدا ايه، وكان مكسر الدنيا. صوتي رايح بس مكمل برضو عشان انتوا عيال ومحتاجين تتربوا، داخل شايط جامد حسني عبد رب وقلبي. عايز اقول لك يا مارو ان بجد حته ان صوتك رايح دي كانت اجمد حاجه انت عملتها في البيف في بدايته. التراك ده هو اول تراك لمروان موسى وصوته مغشلق او صوته رايح، وبجد بقى البيف هيبقى كده برضه. بعد التراك ده يوسف شاف ان ده دس عليه عشان كان نزل الستوري دي. سوست السلكاني يا اسطى بتاع زمايل الكور، فاهم؟ واحد قبل ما انزل الالبوم بتاعي قال لك قلت من زمان انا هنزل البوم، فقال لك ايه قبل ما ينزل الالبوم منزل ديس يعني شغل ويرد عليا ولا عبرته. نزلت الالبوم بتاعي التاني بقى منزل ديس عليا بعد الالبوم ولا عبرته. بس جه الصوت الالبوم نزل خلاص، فانا دلوقتي فاضي، انا هستحمى واطلع البس رش، فاهم؟ تبقى خلصانه ورايا ميم. لا مش ستوري، هو في تراك اكيد هينزل بس بعلن عنه، فاهم؟ ايه اوكي ماشي. ايه بص قبل ما نتكلم عن التراك ده وقبل ما نتكلم عن اي حاجه، هنتكلم الاول ازاي هنقيم بالنقط. عندنا كذا حاجه هنقيم عليها. اول حاجه البنشات. البنش ما بيتعرفش، يعني انا ما ينفعش اقول لك ايه البنشات اللي كانت في التراك ده، لان البنش هو بار بيظهر نفسه. انا بانش لاين، يعني انت هتسمعني هتعرف ان انا بانش، مش هديك تعريف، انت هتفهم من السياق. اما الورد بلاي بقى فليها تعريف، الكلمه اللي ليها معنيين دي برضه هيبقى لها نقط. ضيف لي كده بقى الفنيات، لو في 4 بارات مثلا بمالتي سيلابل او في سكيمه معينه مثلا برضه هيبقى عليها ايه، هيبقى عليها نقط. نخش على التراك. اولا مش اوكي، لان ابيوسف كان منزل تراك اوكي واللي كان فيه نكش كتير قوي على مروان موسى، فهنا مروان موسى بياكد ان الكلام اللي كان في اوكي كان عليه، فبينزل ديس مش اوكي. يلا نحكي القصة من الأول عشان نفهم. راجل كان زميلي عيش وملح اتعشى في بيتنا. طيب الكلام واضح. هنا مروان موسى هيوضح سبب المشكلة وهيقول ليه هو بينزل الديس ده، أو ليه في مشكلة أصلا ما بينه وما بين أبيوسف. شايفك أخ وأنت مصمم إني بدسك، كاريرك بقى مبني على الصيد في المية العكرة. شافك أخ وأنت مصمم إني بدسك. البار ده مش بس في التراك ده، الكلمة دي عموما مروان موسى قالها في 50 لقاء بعد كده. قال إن هو لسه شايف أبيوسف أخوه، لسه شايف إن أبيوسف هو الفنان اللي هو بيحبه زي زمان، وإن هو بيحب أبيوسف. قالها 50 مرة إنه ما عندوش مشكلة مع أبيوسف. فمن الآخر هو شايف إن سبب المشكلة هو سوء تفاهم، إن أبيوسف فاهم غلط، فاهم إن هو بيدسه، سواء بيدسه في التراكات بينكشوا مثلا في بارات معينة، أو بيدسه بأفعال معينة زي مثلا إن هو راح العيد ميلاد. كل دوت عشان محموق إني مشيت وسبتك، كان معاك البي ام دلوقتي راكب الفيسبا. كل ده هو محموق عشان مشيت وسبتك. شايف ان سبب الحمقى اللي ابيوسف فيها او غضب ابيوسف منه بسبب ان هو مشي وسابه، ان هو ما بقاش تحت جناحه زي ما هيقول في التراكات قدام. كان معاك البي ام اللي هو عشان بي ام عربيه الماني، يعني دلوقتي راكب الفيسبا. هنا هو يقصد ان هو ينكش ابو الانوار راكب الفيسبا، اللي هو ابيوسف راكب الفيسبا اللي هو ابو الانوار فيسبا، يعني انت فاهم حاجه. بس انا شايف ان البار ده نكش مروان موسى نفسه، يعني مروان موسى بيدس نفسه بالبار ده، لان معنى كده ان ابيوسف كان بيركب بي ام، يعني كان بيركب مروان. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ بس انا هحسبها نقطه، لان التعريف البديهي للبانش ان هو بيبقى رابع بار بعد 3 بارات بيفرشوا البانش، فاهم؟ مش اقوى حاجه بس نقطه يعني. بعمل رأس مال مش عايزك تشجعني، نفسيتك الضعفانة المكسورة مش هتنفعني. انا على هنا بقى بيتكلم ان هو بيشوف مصلحته، بيعمل رأس مال. هنا برضو في وورد بلاي في كلمة رأس مال هيعملها 50 مرة بس، يعني مش كتير. رأس مال اسم التيم او الجروب او الشركة بتاعت الانتاج بتاعته، في نفس الوقت رأس مال اللي هو بيعمل رأس مال بيجمع فلوس، ولكن مش هحسبها وورد بلاي. مش بس ستوري رأس مال، في حاجة غيرها، اكيد في حاجة اعمق جواك، فيلا نحللها. والله بجد يعني ابعت لك باسورد القناة طيب وتيجي انت تحلل وامشي انا، يعني اروح انا اغني بقى، فاهم؟ تراكات ما علينا، نسمع. ايه
منذ بداية كاريرك مفيش غير بيفاتك اللي بتبقى لقطة كبيرة. تعالى بقى ندرس الكلام ده ونقيمه، هل فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا. بيقول ان منذ بدايه كارير ابي يوسف مفيش غير بفاته اللي بتبقى لقطه كبيره. بالنسبه لي كواحد بيسمع راب من اكتر من 10 سنين، تعالى احكي لك انا عرفت ابي يوسف ازاي او امتى ابي يوسف كان على السبوت في الراب سين. اول حاجه كان في تراك ليه مع دوشه، مش فاكر اسمه الصراحه، ده اول حاجه يمكن سمعت اسم ابي يوسف فيها. جه بعدها ايه؟ بيفو مع حمورابي، ففعلا كده اول حاجه اتشهرت لابي يوسف بيفو مع حمورابي. تاني حاجه هي بيفو مع العفريت، فعلا دي تاني اشهر حاجه يعني ممكن تسمع ابي يوسف فيها. بعد بيفو مع العفريت فعلا ابي يوسف كان مش عايز اقول لك كان ترند في الراب سين المصري، ولكن كان معروف قوي. وبعدها على طول عمل بيف مع دراجون هيل، ودي برده كانت لقطه كبيره جدا بقى، دي فاهم، كانت لو في حد بيسمع راب هيبقى عارف ابي يوسف بسبب بيفو مع دراجون هيل. واحد يقول لي لا يا عم ده بسبب بيف مع العفريت، لا بجد بيف دراجون هيل، الكليب بتاع دراجون هيل وصل نص مليون تقريبا او حاجه زي كده، والبيف ده كان ترند جوه الراب سين، فاهم. فما علينا الفكره ان لغايه دلوقتي اهم 3 لقطات في تاريخ ابي يوسف هم بيفات فعلا. بس بعد كده عندنا لقطه اكبر من كل اللقطات اللي فاتت، وهي البوم 1-1. الكلام ده مش دفاع عن ابي يوسف، انا بحكي لك عادي. شايف ان انا منحاز بقى براحتك، اشتمني في الكومنتات ما عنديش مشكله، انا بحكي لك حقيقه. شوف ارقام البوم 1-1 وشوف الاهم من الارقام بتاعت البوم 1-1 اللي هو اتمسح اصلا، فانت مش عارف ارقام الحقيقيه كانت عامله ازاي وقتها، بس بتكلم عن قد ايه هو كان فايرال. وقتها كان في ابلكيشن جديد اسمه ميوزيكلي، او معرفش كان اتسمى تيك توك وقتها ولا ايه مش فاكر. المهم التيك توك كان في بدايته سواء باسمه او باسم ميوزيكلي، وكان فعلا يعني احنا كفانز الراب كنا بنتصدم لما بنلاقي ايه ده في ناس بتعمل ليبسينج على تراكات البوم 1-1. بتكلم جد والله. البوم 1-1 ده كان فيه تراك عزرائيل اصلا، فكان هيت جوه برضه الراب سين. في بعد كده خنزقور كان هيت جوه وبره الراب سين. خنزقور ده انا بقى تسمعه في الشارع عادي. فكك من كل ده، تعالى بقى اللقطه اكبر من كل اللقطات دي، انا مش هقدر حد، واللي كان برضه في 2018. ولقطه بعدها اكبر من كل ده وهو باشا اعتمد. فلا، في لقطات اكبر بكتير من البيفات. يعني اكيد ال5-6 مليون اللي سمعوا باشا اعتمد ما يعرفوش حاجه عن بيف ابي يوسف ودراجون هيل ولا بيف ابي يوسف والعفريت. والدسات هي جزء لا يتجزأ من الراب. عموما طولت قوي في النقطه دي. اللي انا عايز اقوله ابي يوسف مش اشهر حاجه ليه البيفات تيجي في المرتبه الثانيه بعد شويه هتات معينه كده. انت كل شويه تتوتر وتحس انك شطبت فتحك في اي حد وتقعد تستنى الرد. البار ده فانز ابي يوسف اللي كانوا فرحانين بيا ان انا بدافع عن ابي يوسف في البار اللي فات هيزعلوا مني، بس فعلا قد يكون حقيقي بعض الشيء لسبب. بص، في تحليل كده عندي لحته بيفات ابي يوسف بتيجي امتى، لان فعلا توقيتات البيفات بتبقى مش صدفه. مثلا بيف حمورابي ابي يوسف هو اللي بدا النكش، وهو اللي حاول ان هو يعمل البيف. فلما خسر البيف بتاع حمورابي على الاقل بالنسبه لمعظم فانز الراب سين وقتها، حاول تاني ان هو يعمل بيف مع العفريت. ولو كان العفريت غلط مثلا بان هو يعني زي ما يوسف بيقول سرق منه، وحللنا الكلام ده كله هتلاقيه في الاي اللي فوق. بس ابي يوسف كان مصمم ان هو يعمل بيف. يعني ابي يوسف كان ممكن يعدي الموضوع عادي، كان ممكن ينكشه مثلا، لا بس هو كان مصمم ان هو يعمل بيف عشان يثبت للناس ان هو يقدر يكسب في بيف عادي. فعلا عمل تراك فيسا واللي كان تاريخي. تعالى بقى البيف دراجون هيل ده برضه ابي يوسف اللي بدا البيف، هو اللي نزل اول ديس. بس الصراحه ابي يوسف وقتها ما كانش محتاج قوي للبيف ده، او مش هتخدم قوي على قصتنا. بعد كده ابي يوسف هياخد جنب، وهو ان هو يعمل تراكات تجاريه قوي، فمن هنا الناس هيبداوا يغضبوا عليه. لكن عن فانزو هيعمل تراك كوزوشي، وبعدها هيعمل بقى ايه بيف مع شاهين. اي نعم شاهين مش هيرد، بس يعني هو نزل ديس اللي هو عملتها اجمد على شاهين. وهنا فعلا كل فانزو هيرجعوا يعني يسقفوا فعلا، لان ده تراك فوق التاريخي. كلمه تاريخي دي قليله عليه. بعدها ابي يوسف هيميل تاني للحته التجاريه، فلما فانزو يزعلوا هيرجع تاني يعمل بيف مع ارسنك. ما بقولش ان هو قصدها، بس يعني فاهم تحس ان في تسلسل غريب في الحته دي. يعني فاهم، ما اعرفش هل ده صدفه ولا ايه، بس دايما كل بيف بيجي بعد ايه، بعد ما يوسف كان بيبقى مايل قوي في حته الفانز بتوع زعلانين منه فيها. يعني حتى البيف ده اللي هو مع مروان موسى كان بعد ايه، بعد البوم تيجي الصبح، والله العظيم ما فاكر اسمه، حبك بورصه. الفكره ان هو بجد البوم كان فعلا ما عجبنيش على الاقل، وما عجبش معظم فانز، وكان فانز ابي يوسف زعلانين، يعني جزء فانز ابي يوسف زعلانين. فهيرجع بقى ابي يوسف بجد في البيف ده. فهل هي صدفه؟ ما اعرفش. بس هدي نقطه مروان موسى ليه، لان هو فعلا هيعمل ده بعد كده مع ويجز. يعني هينكش ويجز في كل التراكات الجايه، انت فاهم، ويجز ما بيردش. وهيعمل كده مع الجوكر، هينكش الجوكر في 50 تراك بعد كده، ولما الجوكر يرد هو مش المجال يا خساره المجال، مش ليدر انت توكسيك ومقضيها مع اشبال. وانت كبير المجال يا خساره المجال، مش ليدر انت توكسيك ومقضيها مع اشبال. هدي نقطه مروان على البار ده، لان انا متاكد ان انا وقتها كنت هديله نقطه على البار ده. اولا لان هو حقيقي بيقول له انت كبير المجال، فهو هنا اعتراف من مروان موسى ان هو كبير المجال. ودي مش اول مره. مروان موسى كان قال زمان لما كان لسه مصاحب ابي يوسف، كان بيقول، انا مش عارف ليه حاسس الكلام غريب، يعني ايه مصاحب ابي يوسف لما كان لسه في صف ابي يوسف كان بيقول ان هو تاني احسن رابر في مصر، اكيد على اعتبار ان ابي يوسف هو احسن رابر في مصر. فالفكره
يعني اولا انا هدي نقطه على ان هو شخص محترم يعني اكيد مش دسه، بس هدي نقطه على الصراحه اللي في البار. مش سهل ان انت تقول على خصمك اللي انت بتدسه ان هو كبير المجال، مش سهل، فعشان كده هدي له نقطه على الكلمه دي اولا. ثانيا علشان هو بيقول مش ليدر، انت توكسيك ومقضيها مع اشبال. وقتها ابو يوسف كان لسه داخل المكسيك جديد، والمكسيك ما كانش فيها اي حد معروف يعني. ابو الانوار كان لسه في بدايته، دس وللبابا الاسامي دي كانت لسه جديد قوي في الراب سين. عيش سنك كفايه بقى كبرنا، ده حتى وجوزة الطفل طلع عقل منك. برضه هنا قد نقطه يعني بيقول لك ايه، عيش سنك. فعلا ابو يوسف بيحب يجرب حاجات جديده، ومن اكتر الحاجات اللي انت ممكن تمسكها على ابو يوسف هو ان سنه كبير. فاي نعم دي حاجه ما تعيبش ابو يوسف، يعني المقصود ان ابو يوسف بيعمل حاجات غريبه ما تلاقيش بسنه، عشان كده بيقول له عيش سنك، ده حتى وجوزة الطفل طلع عقل منك. فعارف انت اللي هو لا ما اسمحلكش تشبهني بويجز. ومش نقطه، لا نقطتين، لان هو ضرب 2 بواحد يعني، ويجز وابو يوسف في بار واحد. ورساله لابو الانوار، عايزك تحكي لجمهورنا عن مكالمتنا لصلح الجار. هنا بيحكي ان هو كلم ابو الانوار وقالوا ان احنا عايزين نصلح السين كله على بعض، يعني اي حد فيه عنده مشكله مع حد عايزين نصلح المشاكل دي. وده كان هو حكاه في اكتر من لقاء بعد كده، يعني مروان موسى يحكي القصه دي في اكتر من لقاء، ان هو كلم ابو الانوار زي ما قال يوم الاربعاء كان في حفله مع ابو الانوار، يعني مروان موسى مع ابو الانوار في حفله اتقابلوا فيها وقالوا ان احنا عايزين ايه نصلح الدنيا. والخميس راح العيد ميلاد، مش عارف بعدها بكام يوم ابو يوسف نزل تراك اوكي. فمن هنا المكالمه دي ما عملتش اي مفعول. بس مروان موسى قال بعد كده ان الصلح فعلا حصل. قلنا انا وانت وابيو عفرت وبابلو كلنا هنتراضوا كلنا هنتصالحوا. طبعا كان في نكش ما بين مروان موسى ومروان بابلو، وكان في نكش ما بين مروان موسى وابو يوسف، او كان في مشكله عموما. وابو انوار علاقته كويسه مع مروان موسى، في نفس الوقت علاقته كويسه مع مروان بابلو. فهو كان بيقول لابو انوار انت اللي علاقتك كويسه بالكل، فاهم؟ فصلح بقى ما بيننا كلنا. بس بعديها بيومين ابيو شافني في عيد ميلاد خالد قام منزل اوكي. مالكش عندي حاجه مش فاهم ايه غلطتي، انا ابتديت احس ان انا مبيف مع اكستي. انا ابتديت احس ان انا مبيف مع اكسيتي. هدي نقطه للبار ده، اي نعم ده ممكن ما يكونش حقيقي، اي نعم ده ممكن ما يكونش السبب اللي خلى ابو يوسف ينزل اوكي، بس على حسب كلام مروان موسى السبب هو ان مروان موسى راح عيد ميلاد خالد مختار. فعارف انت التشبيه هنا ان هو حاسس ان هو مبيف مع اكسيتو، لان البنات هم اللي بيزعلوا من الحاجات دي. لما مثلا واحده تبقى مخاصمه واحده، فواحده ثالثه تروح تكلم الواحده اللي الاولانيه مخاصماها، الاولانيه بتزعل من الاثنين، فاهم؟ وغير كده التشبيه حلو. انا لسه بقول لك مروان موسى لما كان مصاحب ابو يوسف، فهو فعلا تحس انه مخصم مع اكسيتو. بس لا مشكلتك انك بتخاف من المواجهه، مش فاهم اصلا ازاي بتشبه نفسك بالسقه. بيشبه نفسه بالسقه، هو كان زمان عموما بيشبه نفسه بالناس كلها، يعني كان بيشبه نفسه بعمرو دياب، بالسقه، بكذا حد، بس من اكتر الناس اللي شبه نفسه بيهم هو السقه. يعني كان منزل تراك اسمه تيتو، بنزل تراك بعدها اسمه افريكانو، فدي اسامي افلام لاحمد السقا. انا جاهز للشقلبه لو جايه معاك وبشلق، وحابه اقول له وجوزه لو رديتها فلقك. البرده بيضحكنا. البيب ده عموما مليان برضه بتضحك. ويجز بعد كل ده انا مالي يا اسطى، بس زي ما احنا عارفين ويجز ما ردش ومش بيرد ومش هيرد كل الكلام. قبل ما اقفل عايز اشكرك بجد، علمتني الراب وكنت اخويا يا اسطى بجد. الحته دي فاهم محتاجه موسيقى حزيني، فاهم؟ وده اللي بيخليني يعني مش حاسس ان عدل قوي ان انا احسب التراك ده قصاد ست، فاهم؟ بس نفس الوقت هي البيفات كده، اخر ديس هو اللي بيحسم البيف، واول ديس برضه فاهم بيبقى دايما مظلوم، يعني ده اول ديس، فاهم؟ فانت يا اما تحط كل قوتك في اول ديس بحيث ان الرد عليه يبقى صعب، او ان انت خلاص تنزلت اخر ديس بحيث انك تبقى ضامن انك كسبت البيف، او يعني بنسبه كبيره يعني فهتكسب البيف لو نزلت اخر ديس. عموما التراك ده هو تراك تحس ان هو فاهم معاتبه اكتر ما هو ديس. كنت مثلي الاعلى بس بهتت البويه، و12 دقيقه تشهد انك كنت اخويا. طبعا 12 دقيقه تراك لمروان موسى، وكان بيتكلم عن واحد صاحبه، وهنا مروان موسى بيعترف ان واحد صاحبه ده اللي هو بيتكلم عنه في التراك كان ابو يوسف. وانا عموما بحب تراك 12 دقيقه ده قوي قوي قوي، او كنت بحبه يعني. بطلت الصراحه، في مليار تراك نزل بعدها ما بقتش بسمعه كتير. المهم ده كان تراك مش اوكي. كده كده الحلقه دي تمهيديه، لسه في تراك